الحقيقة أنا في أمريكا بقالي فترة طويلة. ما نزلتش مصر، ووحشني المحشي بتاع مصر، محشي الكرنب الجميل ومحشي ورق العنب. لكن عليه استفسارات كتيرة جدا. يا دكتور، بيقولوا إن ورق الكرنب وورق العنب عبارة عن بلاستيك، فالكلام ده حقيقي؟ اتهام النهاردة خطير جدا لورقة الكرنب وورق العنب. أهلا بيكم مع دكتور خالد عبد العزيز، استشاري التغذية الإكلينيكية، كلية الصيدلة، جامعة المنصورة. يعني إيه بلاستيك؟ يعني إيه بلاستيك؟ تعريف البلاستيك إيه هو؟ أو إحنا لو عندك حاجة بلاستيك، البلاستيك ده مادة خطيرة جدا جدا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال يتم هضمها. حتى في إعادة التدوير بتاع البلاستيك بيبقى موضوع صعب ومضر، ومش زي ما الناس متخيلة، لأن هو لو أنا فيا السلطة أنا همنع استخدام البلاستيك في مصر. فحاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها نقول عليها بلاستيك تبقى حاجة مش كويسة. طب إزاي؟ طب تعالى نشوف النهاردة الكرنب أو ورق العنب بيحتوي على إيه؟ ده بيحتوي على مادة طبيعية اسمها الكلوروفيل. الكلوروفيل ديت الإنسان بيحتاجها في حاجات كتيرة جدا في جسمه. أول حاجة، دي مادة مضادة للسرطان. يعني مادة الكلوروفيل دي اللي هي موجودة في أوراق العنب أو أوراق الكرنب أو حتى الجرجير أو البقدونس. المادة دي أول حاجة بتعملها مضادة للسرطانات، مضادة للأكسدة، يعني بتنظف جسمك أصلا من السموم. فسبحان الله فيها فايدة عظيمة جدا. الحاجة التانية برضو اللي بتعملها مادة الكلوروفيل إن هي بتنمي وتغذي المعدة. في عندك في المعدة بتاعتك في حاجة اسمها بكتيريا نافعة مفيدة، اللي هي بتساعد على عملية الهضم. فلما انت بتاكل الحاجة اللي فيها أوراق خضراء أو ورق الكرنب دي بتفيد جدا المعدة، وبتريحك جدا وبتريح القولون. يعني مش هتلاقي ابدا ان في حد بياكل ورقة الكرنب او ورقة العنب ويقول لك انا القولون بتاعي تعبني او انا اشتكيت من المعدة بسبب الكرنب او بسبب ورق العنب. بالعكس، ده بالنسبة للمعدة مفيدة جدا. وكمان الناس اللي حتى عندها حموضة او عندها حرقان دايما بننصحهم ياكلوا الورقيات الخضراء، علشان مادة الكلوروفيل ديت بتقدر انها تعالج من حموضة المعدة. تأثير الكرنب تحديدا ورقة الكرنب على عضلة القلب مفيدة جدا جدا جدا، لأنها بتساعد على تنشيط الدورة الدموية. فبالتالي كلها فوائد. موضوع ان ورقة العنب او ورقة الكرنب بلاستيك ادعاء مش حقيقي. كمان هي سهلة الهضم، كمان الجسم بيهضمها بسرعة، والمعدة كمان بتقدر انها تستفيد منها. ده غير قيمة الألياف الطبيعية الكبيرة جدا اللي موجودة فيها. نقدر ناكل المحشي ونقدر ناكل ورق العنب، وأنا إن شاء الله أول زيارة ليا في مصر هاكل محشي وهاكل ورق عنب.